طالب مصري سافر من بلده لحد ما وصل للإمام الأعمش، وهو واحد من كبار العلماء والمحدثين، عشان يتعلم منه 100 حديث ويرجع ينفع بيهم أهل مصر. لما وصل المسجد وصلى ورا الإمام جه يقابله، بس قابل واحد قال له إن الإمام زعلان من الطلبة اللي قابله وإنه حلف إنه مش هيعلم حد قبل شهر. الطالب المصري رفض يستسلم وقال أنا ماليش ذنب ولسه جاي من سفر طويل وجاي مخصوص للعلم. المهم راح بنفسه للإمام وطلب منه يعلمه، لكن الإمام قرر إنه حلف وما يقدرش يدرس قبل شهر. الطالب كان مصر جدا، فمسك ايد الامام اللي كان اعمى وقتها وقال له هوصلك لبيتك، لكنه غير الطريق ومشى بيه لحد ما دخلوا الصحراء. هناك قال له بصراحه يا اما تعلمني 100 حديث دلوقتي يا اما سيبك في الصحراء بين العقارب والحيايه. اضطر الامام انه يحدثه ب50 حديث الاول، وبعدها الطالب طلب يكمل ال100، وبعد ما خلص قبل راس الامام واعتذر ورجعه لحد باب بيته، وساب الالواح اللي فيها الاحاديث عند راجل في السوق كامانه لحد ما يرجع ياخدها. ولما دخل الإمام بيته قال للناس خدوا منه الألواح اللي سرقها، لكن طلع الطالب مش شايل حاجة. فساعتها الإمام اتضايق وقال له أول ما ترجع للألواح امسحها، دي كلها أحاديث ضعيفة. الطالب ضحك وقال له مستحيل تكون بتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ساعتها الإمام هدي وقال له فعلا كل اللي قلته صحيح، أنا بس كنت متضايق من اللي عملته وكنت عايزك تمسحهم وترجع لي تاني. دلوقتي ارجع بلدك وعلم الناس باللي سمعته.